أيضا اليوم كان في السويس حيث تم تفريق مظاهرة كانت قد حدثت عند المشرحة. هل من تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع لديكم؟ مساء الخير يا فندم. مساء النور. أنا بحدث حضرتك دلوقتي وأنا أمامي معركة طاحنة بتدور بين قوات الأمن وبين المتظاهرين في السويس. هناك عدة حرائق في ميدان 40 بالسويس نتيجة هذه المواجهات. ما يتم الآن في ميدان 40 بالسويس هو حرب الشوارع بمعنى الكامل. عدد من المحلات تم إحراقها بالكامل. هناك رصاص حي يطلق، هناك رصاص خرطوش يطلق، هناك رصاص مطاط يطلق. هناك أزمة بالفعل موجودة في السويس الآن. في أي منطقة هي؟ هل هي المنطقة التي كنا نتحدث عنها أمام المشرحة في قلب مدينة السويس أم في منطقة أخرى أم في مناطق متعددة؟ أنت سامع دلوقتي ضرب النار وإطلاق القذائف على المتظاهرين من كل مكان عن طريق قوات الأمن المركزي والمدرعات بتطرد المواطنين. أنا أمامي دلوقتي مصفحة يطلق منها عدة أعيرة في اتجاه المتظاهرين. الدخان كثير جدا في سماء المدينة. الجو كله اعتقد انه شيء صعب جدا ان اوصفه لك. خراطيم المياه بترش في كل مكان، الحرائق في كل مكان في الميدان. السويس دلوقتي تحترق. هل لديكم علم على الاقل برقم ولو تقريبي لاعداد المتظاهرين المتواجدين الان حيث انت؟ هو عدد المتظاهرين كان يتجاوز 5000 في البدايه عند المشرحه، ثم تصاعد مع تفريق قوات الامن ليه لما استخدمت بعض قنابل المسيله الدموع. الصحفي سيد هناك المتظاهرين الى موقع الامس اللي هو حي الاعدائي. نعم. والميدان. اشكرك الى هذه اللحظه. طبعا سنكون في متابعه جميع هذه الاخبار. الصحفي سيد نون، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من السويس.